نظرت النملة إلى الصرار وقال: صرصور، إنك تمضي الليل بأكمله تشدو وتغني وتعزف أعذب ألحانك، وما إن يطلع النهار تختفي تماما ويختفي صوتك. فنظر إليها الصرار وقال: ها حالما يحل الصيف أغادر منزلي وأقوم بجولة بين الحقول المجاورة، أغني وأشدو، أضحك وأرقص، أنسى الحياة هنا، ولا أذكر في شيء غير اللهو والطرب. نظرت إليه النملة نظرة ازدراء واستحقار وقالت: لماذا لا تأتي معنا لجمع مؤونة الشتاء، وهكذا تضمن لنفسك عيشة هنيئة في ليالي الشتاء الباردة؟ فأجابها الصرصور بلهجته الساخرة: يا مغيث أغثني، من هنا حتى قدوم الشتاء سأجد 1000 حل وحل لمسألة المؤونة. ومرت أيام الصيف على الصرار مرورا جميلا بهيجا مليئا بالملذات والمسرات، حتى جاء الشتاء ببرده القارس، حيث أصبح جمع المؤونة أمر صعب وشاق. فأحس الصرار حينها بالجوع يلسع أمعاءه، حتى أنه قصد النملة على استحياء طالب منها العون، فرفضت كعقاب له على استهانته بنصيحتها. كانت معكم سلمى الزراعي في الإعداد والكتابة، تأدية الأصوات عن طريق الذكاء الاصطناعي. إن شاء الله تعجبكم، حطولي لايكات وبرشا اشتراكات.